تعرف ان حرف جر صغير ممكن يغير معنى الجمله بالكامل؟ مره قبل كده سمعت واحده بولنديه بتضحك على واحد بيقول اجيد. هو حرف صغير لكن يحير. ما تقلقش، في الفيديو ده هنفهم كل حاجه عن حرف الجر في امتى وليه وازاي بنستخدمه زي البولنديين بالظبط. انا سلام ابو الوفا وده كورس بولندي اونلاين. يلا بينا. حرف الجر في اللغه البولنديه زي بالظبط حرف الف في اللهجه المصريه او في اللغه العربيه الفصحى. فمثلا اقول انا دلوقتي في الشغل، في البيت، في المدرسه. حرف الف ده هو بالظبط في البولنديه. وزي ما في اللغه العربيه اي حاجه بتيجي بعد حرف الجر بيبقى اسم مجرور علامه الجر والكسره، نفس الكلام في اللغه البولنديه. وكنا اتكلمنا قبل كده في الفيديوهات اللي فاتت بيجي الميستوفنيك او اللوكاتيف كيس بالانجليزي، وبيجي في حالتين، يا اما بتكلم في مكان معين او في فتره زمنيه معينه. دوم في دومو، سكلاب في سكلابو، بارك في باركو، بودروج في بودروجه، براتسا في براتسه، في شكوة في سكولة، مياستو في ميشت. ولو بتكلم على فترة زمنية محددة فبيجي معها الميستوفنيك، زي مثلا شيربيان في شيربنيو، نوتس في نوتسر. لو انا مثلا عايز اقول لك هنتقابل ان شاء الله باذن الله يوم الاثنين، فساعتها هيبقى البيرنيك او الاكيوزيتيف كيس. فمثلا لو هنتقابل يوم الاثنين هيبقى سبوتيكامش بونيجاويك، سبوتيكامش في بونيجاويك. فببساطه ومن غير لا تعقيد ولا اي حاجه، حرف الجر في اللغه البولنديه هو بالظبط في اللغه العربيه الفصحى او في اللهجه المصريه حرف الف. مثال للتوضيح والتاكيد، لو انا عايز اقول لك انت فين دلوقتي فانت تقول لي انا دلوقتي في الحته الفلانيه. في الحته الفلانيه حرف الف والميستوفنيك. انا يستم، انا في يستم دومو، يستم في دومو. بيورو يستم في بيوجه. مدينة فارشافا يستم في فارشافيا. أنا في الغردقة يستم في فرجاجة. أنا في القاهرة يستم في كايجة. أنا في الأقصر يستم في لوكسوجة. إيجيبت يستم في إيجيبتشة. بولسكا بولندا يستم في بولستر. أسوان يستم في أسوانيا. موزيوم إيجيبسكيا يستم في موزيوم إيجيبسكي. ساموخود يستم في ساموخوجة. أوتوبوس يستم في أوتوبوسيا. ريستاوراتسيا يستم في ريستاوراتسي. والامثله كتيره، وفي فيديو مخصوص عن الميستوفنيك لو احنا عندنا صعوبه فيه كنت اتكلمت عليه قبل كده، وفي فيديو مخصص ليه ممكن تشوفوه على البلاي ليست في كورس بولندي اونلاين. وفي تعبيرات بنستخدمها كتير جدا في اللغه البولنديه بنستخدم فيها حرف الجر في، بتبقى زي مصطلحات كده او امثال كده، زي مثلا عامه او بوجه عام بقول في اجوله، عايز اقول ان كل شيء تمام. في شاسكو في باجانكو، في باجانكو. عايز اقول لك بطل رغي كتير وخش في الموضوع على طول. فيج في تن تمات، فيج في تن تمات. خش في الموضوع على طول. طب كنا اتكلمنا قبل كده عن حرف الجر دو، والنهارده بنتكلم عن حرف الجر في، والاثنين في اللغه العربيه بمعنى في. ولكن ايه الفرق ما بينهم؟ امتى استخدم دو وامتى استخدم في؟ الاثنين في اللغه العربيه الفصحى ليهم نفس المعنى وهو في، ولكن في اللهجه المصريه دو بمعنى حرف اللام للبيت للشغل، في اللي هو حرف الف في البيت في الشغل. وممكن نختصرها برضو للناس اللي مش مصريين، لو في حركة بستخدم دو، ما فيش حركة بستخدم في. يستم في دومو، أنا في البيت دلوقتي أنا ما بتحركش. إيده دو دومو، أنا رايح للبيت. يستم في شكولة، أنا في المدرسة ما اتحركتش، ما خرجتش منها. إيده دو شكولة، أنا رايح للمدرسة. وبس كده. اتمنى يكون الدرس النهارده بسيط وسهل وعجبكم. هسيب لكم في الكومنتات ان شاء الله باذن الله تمارين تحلوها، ولو في اي صعوبه ان شاء الله باذن الله انا برد على التعليقات، واشوفكم الدرس الجاي باذن الله. سلام عليكم.